الله يعطيكم العافية. أنا الفنان التشكيلي حسن رسلان، رسام من سوريا، مدينة حلب، مواليد عام 1968، عمري 50 سنة. كنا بسوريا وبظروف الحرب الصعبة اضطرينا انه نجي لتركيا، وكان يعني شعب التركي شعب أكثر من أخ. جينا لعند أهلنا وأقربائنا في تركيا، وما لقينا أي فرق بين بلدنا وبين بلدنا الثاني اللي هو تركيا. كان بالنسبة للشعب التركي كان رائع جدا معنا ومعاملة جميلة جدا. فأنا قمت يعني مدة 5 سنوات حاليا إلي بتركيا، مدينة غازي عنتاب. تنقلت في البداية من كلش، مدينة حدودية، رجعت انتقلت لغازي عنتاب، وحاليا أعمل بمجال الرسم، رسم بورتريه ولوحات. وقمت عدة معارض، وكانت مساعدة جميلة جدا من أخوتي الأتراك اللي وقفوا جنبي وساعدوني. أقمت عدة معارض بغازي عنتاب وبإسطنبول، وحاليا راح نقيم أكبر معرض ملتقى دولي راح يكون بمدينة إسطنبول. وبنفس الوقت وبعد شهر من المعرض راح نعمل معرض دولي أيضا في مدينة غازي عنتاب. والحمد لله كان كل الأمور ييسرون إياها ويقدمون يد المساعدة والعون. أنا أب ل8 أولاد، الحمد لله. يعني لقيت بلد تهتم بالفن وتهتم بالرسم، ومن أروع بلاد العالم اللي هي تركيا. رسم لي مدة 30 سنة أعمل بمجال الرسم. تخرجت من أكاديمي مركز رسم بسنة 1987. كنت تخرجت من المعهد، وإلي من سنة 87 لحد الآن وأنا أعمل بمجال الرسم. يعني والحمد لله إنه حسنت أحصل لقيت نفسي وبفني بمدينة غازي عنتاب. الرسم أنا محبته وقلبي، وأعشق الرسم، وحبي للرسم هو اللي خلاني أعيش بين اللوحات وبين الفراشي الرسم والألوان. وكمردود مادي للرسم فمردود جميل جدا، أحسن أعيش وأعيش أولادي معي. وحاليا أنا مقيم، يعني موجود حاليا لوحدي بالمرسم، والحمد لله يعني مردود مادي ممتاز جدا. أخذ على اللوحة من 100 ليرة تركي ل1000 ليرة تركي كأجر اللوحة، وحسب طبيعة العمل الفني اللي أنا أشتغله. أرسم مناظر طبيعية، مثلا منظر طبيعي، بورتريه، لوحات فنية جميلة. يعني هدول دائما اللوحات الفنية نحن نعمل فيهم من أجل إقامة معرض أو تواجدنا بالصالونات العامة. أنا درست عيد دكاترة بالنسبة لتعليم الرسم من عمري تقريبا من 17 إلى 20 سنة كان عمري. وكنت أنا يعني أسطى بالرسم. تعلمت الرسم وعلمته لأطفال ولشباب، وحاليا أنا عندي طلبة أعلمهم مادة الرسم والفن والنحت كهيكل بالنسبة للطلبة. يعني الحمد لله وعم ألاقي إقبال جميل جدا من الطلبة اللي عم يجوا لعندي مشان تعليم الرسم. دائما هي حياة الرسام صعبة، فنلاقي حياة زور وصعبة وبس، لكن حبنا للرسم وجمالية الرسم هي اللي تخلينا نعشق الرسم ونحبه أكثر. ورغم كل القسوة والمعاناة الرسام تلاقي يعشق الرسم ويحبه، لأنه يعتبر نفسه أنه يوجد نفسه بضمن اللوحة وما تعطي إليه وما ترمز إليه اللوحة. أي لوحة فنية اللي هو عم يشتغلها ويعشقها، لأنه هي كل لوحة تعطي قصة كاملة
للفنان انه يعبر عن مضمونه وداخليته كرسام، كل اللي جواته من ألم وحزن وتعب تلاقي كله يظهروا ضمن اللوحة.